هي جولة جديدة من المواجهات بين مقاتلي حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي من جهة، والقوات الحكومية المدعومة بالقوات الإفريقية من جهة أخرى. مسرح القتال هذه المرة هو حي هضن الذي يأوي مستشفى قديما تمركزت فيه القوات الإفريقية لتعزيز مواقعها الدفاعية، وهو ما دفع مسلحي الفصائل المناوئة للحكومة إلى شن سلسلة من الهجمات لإجبار تلك القوات على التراجع. كلا الجانبين تحدث عن مكاسب عسكرية في ميدان المعركة. المقاتلون المعارضون جلبوا صحفيين لميدان المعارك للتأكيد على وجهة نظرهم. هذا هو الموقع الذي هاجمه العدو، حاصرناهم داخل المستشفى القديم ولن يتمكنوا من الإفلات من قبضة المجاهدين، ونحمد الله على هذا النصر الذي من به علينا. لكن القيادة العسكرية للحكومة الصومالية نفت ذلك بشكل قاطع. قالوا عبر وسائل الإعلام إنهم استعادوا السيطرة على المستشفى القديم، هذا هراء، وكما ترون نحن متواجدون في الموقع وقواتنا متمركزة في محيط هذه المنطقة. وأيا كان المنتصر يبقى الخاسر الوحيد هم المدنيين الذين سقط كثير منهم بين قتيل وجريح في هذه المعارك، كما لحق بعشرات من منازلهم دمار واسع. جولات قتال هي الأعنف من نوعها تدور رحاها في العاصمة الصومالية مقديشو، التي تحول معظم أحيائها إلى جبهات قتال تبدو وكأنها لم تستقر بعد لطرف من الأطراف المتصارعة. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.